السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بتجددي المطبخ بتاعك وبتنزلي تسألي على الأجهزة الكهربائية، أو بيعجبك بعض المواصفات في بعض الأجهزة زي الشاشة الديجيتال وتوفير الكهرباء. حد بينصح حضرتك ويقول لك إن الغسالة دي عدد لفات الموتور بتاعها عالي جدا وتنظيفها كويس وبرامجها كتير، أو إن الفريزر ده الإدراج بتاعته متينة وبيشيل أوزان كبيرة. يمكن من كتر المواصفات اللي حضرتك بتسمعيها في نفس المنتج أو في منتجات مختلفة بتتلخبطي وبتحس إنك محتاجة شوية هدوء علشان تعيدي أفكارك مرة تانية. كل المواصفات اللي بتتقال لحضرتك وبتسمعيها مهمة جدا ولازم ناخدها في عين الاعتبار. علشان كده عاوزين نرتبها مع بعض علشان نتوفق في عملية الشراء قدر المستطاع في ظل ارتفاع الأسعار الحالية وصعوبة تعويض أي منتج هنتسرع في شراءه. أول حاجة حضراتكم بتراعوها وانتوا بتشتروا الجهاز الكهربائي هو مدى تناسب حجم الجهاز مع عدد أفراد الأسرة. يعني لو أسرة حضراتكم مثلا ما شاء الله 6 أو 7 أشخاص، الأفضل لو إحنا بنجدد ثلاجة إن هي تكون 450 لتر فيما فوق. ولو حضراتكم بتشتروا غسالة أمامية، الأفضل إن هي ما تقلش عن 8 أو 9 كيلو، وكذلك في باقي الأجهزة. لأن حضراتكم لو اتسرعتم وجبتوا جهاز أقل من كده بعد وقت قليل ممكن تفكروا تشتروا نفس الجهاز تاني، لأن احتياجات الأسرة بتزيد مع الوقت. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها إن إحنا أي نعم بننصح الأسرة إن هي تجيب الجهاز اللي يلاقي احتياجات أسرتها، لكن الفيصل في الموضوع هو الميزانية. بننصح العملاء إن هي قبل ما تشتري الجهاز تفكر مع نفسها في البيت وتتناقش مع بعض كويس ويكون عندها تصور للميزانية اللي هتشتري بيها الجهاز. بنشوف بعض عملاء بتنزل تشتري بتبص على جميع الماركات، بتتفرج على جميع المقاسات، وبعد ربع ساعة أو نص ساعة بتحبط وتركيزها بيقل، ودي لأنها سمعت كمية أسعار ومواصفات كتير جدا. الأفضل إن حضراتكم يكون عندكم تصور للمنتج اللي هتشتروه وتستقروا عليه، وبعد كده فرجوا براحتكم مفيش مشكلة. بلد الصناعة والتقفيل مهمين جدا في مجال الأجهزة الكهربائية، ومن ضمن الدول المصنعة للأجهزة الكهربائية والأشهر واللي بتحافظ على جودة منتجها معظم الوقت الشركات اللي موجودة في دول زي ألمانيا أو كوريا أو اليابان أو إيطاليا. وده لأن المنتجات بتاعت الشركات دي بيكون العمر الافتراضي بتاعها طويل وأعطالها أقل بكتير. وعلشان الشركات دي تعمل توازن ما بين الجودة وما بين السعر، فصعب عليها تقفل في نفس البلد علشان تكاليف بتكون عالية جدا. علشان كده بتلجأ لدول تانية بتقدم لها تسهيلات وتنازلات علشان تشجعهم على الاستثمار، ده غير ان ايد العاملة بتكون ارخص بكتير. وعلى رأس الدول اللي بتشجع على الاستثمار الصين، تركيا، اندونيسيا، وماليزيا. يمكن مصر لجأت في الفترة الأخيرة ان هي تقدم تسهيلات للشركات العالمية علشان تشجعهم على الاستثمار عندها بعد تأخر سنوات طويلة. الشركات الكبيرة والكيانات المعتبرة المنتج بتاعها بجودة عالية جدا بغض النظر عن البلد اللي صنعت فيه أو قفلت فيه. كل ما فترات الضمان بتزيد كل ما كانت الشركة المصنعة واثقة في المنتج بتاعها وجودته. وللعلم فترات الضمان للأجهزة الصغيرة زي الشاشة والخلاط والكيتشن والهاند بلندر بتكون ما بين سنة أو سنتين. أما الأجهزة الكبيرة المعمرة زي التلاجة والغسالة والبوتاجاز والفريزر فبتكون فترات ضمانها ما بين 5 و10 سنوات حسب سياسة كل شركة. كل ما فترة الضمان بتكون أطول كل ما كان فرصة لحضراتكم إنكم تصلحوا وتصينوا الجهاز على حساب الشركة في حالة ظهور عيوب الصناعة. النقطة اللي بعد كده خدمة ما بعد البيع وأماكن الصيانة. يمكن الموضوع فيها طويل شوية، لكن باختصار لو حضراتكم شارين جهاز كهربائي في الأقاليم وأماكن الصيانة بتاعته موجودة في القاهرة، لو حضراتكم طلبتم قطعة غيار أو صيانة الفني مش بيجي لحضراتكم بمنتهى السهولة، لكن بينتظر لما يجيله أكتر من بلاغ في نفس المنطقة بتاعتكم، وبعد كده بينزل للمنطقة دي خط السير لوحده، وده بيستغرق ممكن أيام طويلة أو أسابيع. أما لو حضراتكم شارين الجهاز الكهربائي صيانته وخدمة ما بعد البيع موجودة في نفس المحافظة فممكن بسهولة يجي لحضراتكم بعد يوم أو 2 على أقصى تقدير. الجهاز الكهربائي يا جماعة محدش بيستغنى عنه، علشان كده لازم نكون عارفين أماكن الصيانة وخدمة ما بعد البيع ومدى استجابته وهيجي لحضراتكم امتى. مواصفات وكماليات الأجهزة الكهربائية
زي ان الجهاز يكون من الستانلس او الزجاج، سيلفر او لونه اسود، التصميم بتاعه جديد، بلازمه بتسحب الروايح او لا. العرايس اللي بيكونوا لسه مخلصين تعليم وسنهم صغير وخبراتهم في الحياه بسيطه، بيكون كل هدفهم وهم بيشتروا الجهاز الكهربائي انه يكون على ذوقهم وتصميمه جديد. ما نقدرش ننكر ان ده حقهم، لكن لازم يراعوا الخطوات اللي احنا قلناها من البدايه علشان يتوفقوا في عمليه الشراء، خصوصا ان هم اخواتنا اللي بنعزهم وبنقدرهم. الخطوات اللي احنا قلناها من البدايه مهم جدا تعتمد عليها وانت بتشتري الجهاز الكهربائي، لان الجهاز ده معمر وبيعيش سنوات طويله، مش بس بتفرجي عليه صحباتك وقرايبك في شهر العسل. نتمنى تكون الاجهزه دي مصدر راحه وسعاده لسنوات طويله. واحنا تقريبا قربنا نوصل لنهايه المحتوى بتاعنا. عاوز اقول لحضراتكم حاجه على هامش الموضوع، ممكن تهتموا بيها براحتكم، ولو مش عاوزين ما تهتموش. العروسه وهي نازله تشتري الاجهزه الكهربائيه بتكون مهتمه باسامي الشركات واحجام الاجهزه بتاعتها، واللي هيكون شريك حياتها في الغالب ما بيهتمش الا بمقاس الشاشه. بنقول لكل العرايس بلاش تزعلوا العرسان، وهاتوا لهم شاشه كبيره بدون مشقه على نفسكم وقدر الامكان. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من اسرار البعيد. لازم نتجنب الارقام المجهوله اللي منتشره على شاشات التلفزيون والنت، واللي بتدعي ان هي سوبرمان واللي يقدر يصلح اي جهاز كهربائي في اي ماركه داخل مصر كلها وبلمسات سحريه. اغلب الشركات دي لما بتاخد الجهاز الكهربائي عشان تصلحه ما بترجعوش اساسا، ولو رجعته بيكون يا اما ناقص قطعه غيار او بعطلان اكتر من الاول. احنا مش بننتقص من قدر حد، لكن افضل مكان حضراتكم تلجأوا له عشان يصين او يصلح الجهاز الكهربائي هي الشركه المصنعه او الارقام التابعه ليه. هننزل لحضراتكم دلوقتي جدول بجميع الشركات الموجوده في مصر والارقام بتاعتها. نتمنى يكون المحتوى سهل وبسيط. السلام عليكم.